السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيناكم بشرح كيف تساعد مستوى الكلان حقك. أول شي قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نبلش. تدخل على العشيرة وتروح على المعلومات وتروح على إدارة العشيرة، بعدها تروح على علامة العشيرة. نقرأ لكم الأول وحدة. عشيرة كلاسيكية يمكن الأعضاء الحصول على طاقة كلاسيكية من خلال استكمال المباريات في الوضع الكلاسيكي. في يجمع هنا اللاعبون الكلاسيكيون الذين يحبون سبق الآخرين والحصول على المزيد من النقاط في الوضع الكلاسيكي. يعني بدي لك باختصار، هذه الخيار الأول بس تدخل كلاسيكي يزيدك النقاط، يعني يساعدك النقاط بس الكلاسيكي. وهاي العشيرة الثانية هذه باختصار تروح على هنا الغير مصنف وتلعب ذني الاركيد وتدريب القناصة والحرب فقط هذه. اما اللي تحتها عشيرة اربي، هذا عشيرة الاربي فقط اللي يساعدون الاربي تساعد عشيرتهم. اللي بعدها العشيرة متوازنة، أنصحكم بها عشيرة متوازنة. يسعد تقولوا لي أنت ليش تنصحنا بها ما عدا الباقيات؟ العشيرة متوازنة، إيش تلعب يصعد، مثل مستودع يصعد، مستودع تدخل حرب يصعد، كلاسيك يصعد، إيش تلعب يصعد. فأنا أنصحكم بها، هسه راح أختارها لكن تغير في هذا الوقت. يعني شنو يعني ما اختارها هاني؟ اللي يقول إعدادات العشيرة مالتك، هاي إعدادات أنصحكم بها زينات. يلا لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أخوكم حسون راقي.